السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. اهلا وسهلا بكم في الفيديو الجديد. قبل كل شيء حابة اهنيكم واقول لكم كل سنة وانتم طيبين، عام سعيد علينا وعليكم. ربنا يجعله مليان دايما بالخير والبركات ويحل علينا دايما بالسعادة يا رب. ولادي طلبوا مني النهارده ان انا اعمل لهم اكل زي اللي بياكلوه في الشارع، سندوتشات وتكون جاهزة في البيت. طبعا انا اتفاجئت بقرارهم. قررت ان انا قمت ادور واشوف ايه اللي عندي ممكن اعمله. كان عندي طبق كفتة طلعته، طبق سجق صغير، طبق كبده صغير جدا، بواقي كانت في الفريزر طلعتها وقلت يلا انا هعمل. بين المفاجاه ان انا ما كانش عندي طحينه، قلت لا، اعمل الطحينه اللي كانت طالعه ترند اجربها. كان عندي رغيفين عيش شامي، جبت الميه السخنه حطيتها عليهم وسبت العيش لمده حوالي 10 دقايق. 10 دقايق بس، يا دوبك العيش شرب ميته وبدا يطرى في ايدي. صفيت العيش من الميه وحطيته في الكبه، هديله لفه صغيره الاول. بعد ما ادي العيش اللفه بتاعته هلاقيه طري. هحط معلقة صغيرة توم، معلقة صغيرة خل، ملح، كمون، شطة، عصرة ليمونة صغيرة، مش هحط حاجة غير كده. وهديها لفة صغيرة. وفعلا بجد طلعت جميلة جدا، اسمها الطحينة المنقذة. ما عندكش طحينة، عملت طحينة من غير طحينة. انا هنا بشوف السمك بتاعها، مش يعني هي تقيلة ولا خفيفة، محتاجة ان انا ازود مية ولا ان انا اخليها تقيلة شوية. طبعا لو تقيلة يبقى كويس، هتزودي بس مية بسيطة، لكن لو خفيفة دي بتبقى مشكلة شوية. هتعوزي انك انت تقليها، يا اما بلقمة عيش يا اما تجيبي لقمة عيش تحطيها شوية مية صغيرين وتسيبها لما تخمر حبة وتقليها، يا اما انك هتطلعي لو عندك معلقتين من الطحينة تتقليها بيها. بس انا هنا حطيت بقى التوابل والخل خل ومعلقة توم صغيرة، ملح، كمون، شطة وليمون، ما حطيتش حاجة تاني. وهديها اللفة بتاعتها وهنزلها في الطبق، طلعت جميلة جدا. بص انا هنا بوريكم السمك بتاعها، انا بعمل بصباعي بيعلم مكانه، ده معنى كده ان سمكها كويس. بص تقيلة ازاي، مش خفيفة. رشة كمون صغير على الوش، شطة، بقدونس لو عندك، اللي عندك متاح هتحطيه على الوش بس كده. انا حطيت كمون وشطة. وبكده الطحينة بتاعتنا بقت جاهزة جدا. احطها في التلاجة وعقبال ما ابدأ اجهز بقية وصفتها تكون بردت شوية، لان طبعا العيش كان محطوط في مية سخنة، فكل ما تبرد كل ما بتجمد. وابدأ اجهز بقية الوصفة بتاعتنا التانية. هي مش محتاجة وصفة لانها كانت جاهزة بالنسبة لي. طبعا جبت الصينية حطيت فيها شوية زيت صغيرين، وهنزل بالسجق بتاعي اللي كان عندي في الفريزر، هديله تشويحة صغيرة وحطه على جنب. انا هنا كان عندي دقة اللي هي توم بكمون شطة، تبقى جاهزة عندي، باخدت منها معلقة صغيرة حطيتها على السجق عشان اديله طعم بس خارجي. هنزل بالكفتة واديها برضو نفس التشويح، انا بس يعني هنزلها مش هقلب فيها عشان ما تفرولش مني. انا هسيبها لحد ما تتشمع لوحدها وبعد كده ابدا اقلب. بصوا هنا بعد ما اتشمعت التقليب بتبقى سهله وما تفرولش مني. السجق على جنب والكفته على جنب، وهجيب معلقه توم مهروس احطها في نص الصينيه وهشوحها تشويحه صغيره، وهنزل عليها بالكبده. بعد كده انزل بشويه فلفل كانوا عندي، وبرده معلقه من الخلطه بتاعتي كانت موجوده، وهسيب الكبده حوالي 5 دقايق، ما خدتش وقت برضو. يعتبر التومه الدقه دي هي دي كانت الملح بتاعي اللي حطيته، ما حطيتش لا ملح ولا فلفل. انا استكفيت بمعلقه صغيره من الثوم بكمون، كزبره، شطه، ملح، فلفل، خلطه بعملها بحطها في التلاجة عندي اللزوم بستعملها زي كده. طبعا الكبده كانت استوت، هبدا اجهز سندوتشات. طبعا جايبه العيش هنا تانياه وحط تحت جرجير زي سندوتشات بره.
بس انت عاملاها في البيت انضف طبعا. وبحط في كل حاجه سندوتشات زي ما هي كده. طبعا سندوتشاتنا كانت جميله جدا وجاهزه، وعملت لولادي اللي هم عاوزينه من غير لا خروج ولا فساد. استني بقى، مش هينفع تمشي غير لما تعلقي لو بحرف عشان المنشور يوصل لاكبر عدد. شكرا لتفاعلكم معانا حبايبي، مع السلامه.